على مدار اكتر من 30 سنه وخمس اجيال، جيب جراند تشيروكي كانت دايما اختيار الزعماء. حتى في الافلام ومسلسلات وكده تلاقيها دايما مع اي زعيم مافيا لازم تبقى في الاسطول بتاعه جيب جراند تشيروكي. المهم ان النهارده في حدث مهم بنحضره في مصر، وهو بدء تجميع الجيل الخامس من جراند تشيروكي، واللي جاي لاول مره بنسخه جراند تشيروكي العربيه. في النسخه دي اطول شويه، جايب قاعده عجلات اطول، لاول مره بتيجي ب7 كراسي. الجيل ده جاي بموتور 3600 سي سي في 6 بسحب طبيعي الهواء، قوته 290 حصان وعزمه 350 نيوتن متر، مع فتيس اوتوماتيك 8 سرعات ودفع رباعي معدني. طبعا العربيات مروحه خلاص. النهارده يعني في بس في اخر اللونش. النهارده كنا موجودين في الاهرامات، ممكن نشوف العربيه اللي هناك دي. الجراند الجديده من جوه. شاشة هنا 10.25 بوصة، وشاشة تانية هنا 10 بوصة برضو للعدادات. وهنا الفتيس بقى روتري نوب كده، وعندك هنا نظام للتحكم في وضعيات القيادة. ده طبعا بيغير أسلوب شغل النظام ال 4x4 في توزيع العزم وكده. توزيع العزم بيختلف من مود للتانية. وعندك هنا بقى تكييف تريبل زون، ونظام صوتي البين من 9 سماعات. والأول مرة العربية جاية ب7 كراسي. اللطيف بقى ان المفروض الجيل ده يعني هو فيه 3 كراسي بس المفروض الشنطة وانت فاتح الصف الثالث من الكراسي المفروض تبقى مساحة ظريفة يعني. وبيقولوا ان دي 487 لتر. طبعا لما بتتني دي بتعدي 1000 لتر تقريبا. لا العربية ضخمة، وانا عايز اوريها لكم من جوه لان هي ما كانتش باينة قوي في الفيديو اللي فاتت. المهم سعر الجراند تشيروكي الجديدة الرسمي 5,400,000 جنيه، وربنا يكفينا شر الاوفر برايس. مبروك ستيلانتس، مبروك جيب. دي يعني عودة بقى ستيلانتس للتصنيع المحلي في مصر، وعودة جيب. ان شاء الله نشوف حاجات اكتر زي دي في الفترة الجاية.